بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد معاكم دلوقتي. في بعض الحاجات كانت اتبعتت لي وعايز اوضحها معاكم واقول لكم عليها. اكيد على الدراسة في بولندا في ناس كتير بدأت تسألني دلوقتي. ايه هي الدراسة في بولندا او كيفية دراسة البكالوريوس سواء كانت ماجستير او دكتوراه. عامة في بولندا البكالوريوس بيكون حوالي 3 سنين. بكالوريوس الهندسة 3 سنين ونص. الماجستير سنتين. الماجستير الهندسة سنة ونص. عندنا بعد كده البي اتش دي 4 سنين. في برضو حاجة تانية، هل يمكن لو أنا بدرس في جامعة في مصر أو في بلدي مثلا في دولة عربية ممكن إن أنا أحول لجامعة بولندية؟ أكيد طبعا، بس لو تكون أنت مخلص على الأقل سنة كاملة، تكون خلصت سنة كاملة في بلدك. آخر سنة ممكن بيكون صعب، بس أرجع وأقول إن كل جامعة ولها شروطها، فلازم أنت تدخل على جامعة وتشوف الشروط بتاعها، لأن كل حاجة بتختلف، كل جامعة بتختلف من التانية. بس أكيد طبعا أنت لو مخلص سنة كاملة في بلدك ممكن عادي تحول لجامعة بولندية. آخر سنة صعب لأن الجامعة دايما لها شروط، فدايما بتحدد طبعا مثلا الدراسة بتاعتك أنت درستها هناك في بلدك حتى لو كانت سنة واحدة على الأقل. وانت كمان بعد كده بتبدأ من خلال دراستك مع الجامعة تبدأ تعرف كل حاجة بالتفصيل. عايزين نعرف دلوقتي تكاليف المعيشة في بولندا، بلد زي بولندا. ايه هي تقريبا تكاليف المعيشة؟ طبعا بولندا زيها زي اي بلد اوروبية، مش شرط انها موجودة في داخل الاتحاد الاوروبي او الشنجن، بس حاليا بعد فترة الانفليشن او التضخم الموجود في جميع انحاء العالم، بس تكليف المعيشة في بولندا تتراوح من المدن الكبرى عن اي مدينة تانية صغيرة. فالمدن الكبرى زي العاصمة وارسو او فروتسواف او جداينسك او ووج تقريبا من 600 اورو الى 800 اورو وما يعادلهم من العملة زلوطة. في المدن الصغيرة من 400 إلى 600 أورو. سؤال تاني برضو، في تقريبا سن معين للدراسة في بولندا. قانونا مفيش سن انه مثلا بيحرم الانسان او الشخص او سواء كان ولد او بنت ان هو يدرس في بولندا. طبعا الماجستير والدكتوراه او الدراسات العليا مفيش لها سن معين، مثلا لو كان حتى 25 30 فما فوق. بس لو انت عاوز تدرس مثلا دراسة عادية مش ماجستير او دكتوراه او دراسات عليا وسنك هنا كبير الى حد ما، ممكن تكون العقبة الوحيدة هي السفارة، لان انت لازم يكون عندك جود ريزون او سبب مهم جدا عشان تحاول انت في المقابلة تقنعهم ليه انت مثلا السن الكبير ده دلوقتي ورايح تدرس هناك في بولندا. بس جنرال عامة مفيش اي موانع والقانون لا يمنع. سؤال تاني كان بيتسأل لنا، السنة التحضيرية أكيد كلنا بنسمع عنها. إيه هي السنة التحضيرية ديت وهل هي متاحة في جميع المعاهد أو الكليات سواء كانت جامعات خاصة أو جامعات حكومية في بولندا؟ في بعض الجامعات فقط في بولندا نسبة منها اللي هي بتعمل السنة التحضيرية. إيه هي السنة التحضيرية؟ زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة إن من خلال الأونلاين انترفيو، إن أغلب الجامعات في بولندا بتقبل حاجة اسمها أونلاين انترفيو. ده عشان بيحدد مستوى اللغة الإنجليزية بتاعك. فلو كان مستواك اقل من بي 2 يعني حتى بي 1 تبقى العمليه صعبه جدا، لازم ان انت تحضر نفسك سنه تحضيريه لمعرفه المصطلحات الدراسيه اللي انت رايح تدرسها هناك في بولندا. فده لازم من السنه التحضيريه انك تاهل نفسك وما تزعلش او ما تندمش او ما تزعليش او ما تندميش، فلازم تاهل وتاهلي نفسك للسنه الدراسيه لمعرفه المصطلحات الدراسيه اللي موجوده هنا. السنه التحضيريه دي لو انت مستواك في الاونلاين انترفيو اقل من بي 2 حتى لو كان بي. في سؤال برضو عن العلاج الطبيعي. حاليا اغلب الناس بيجوا بالاكثر من الدول العربيه عايزين يدرسوا علاج طبيعي في بولندا. ففي سؤال بيطرح نفسه، هل في عندي بكالوريوس او ماجستير للعلاج الطبيعي في بولندا؟ لا، ما فيش حاجه اسمها بكالوريوس او ماجستير في بولندا. طب ايه اللي بيحصل؟ انت هنا نظام التعليم السيستم بيختلف في بولندا. بعد الثانويه العامه للطلبه او الطالبات انك بتدخل تدرس 5 سنين. 5 سنين دول بعد ما يخلصهم اوتوماتيك بتحصل على درجه الماجستير. طبعا لو انا جاي من بلد تانية مثلا زي تركيا ومخلص بكالوريوس علاج طبيعي 4 سنين، هل يحق لي؟ من هنا بتبدا ان انت ايه، لو انت جاي مثلا بلد زي تركيا او بلد تانية اخرى ومعاك بكالوريوس علاج طبيعي 4 سنين، بس بشرط انك تدرس حاجه اسمها فيزيكال اديوكيشن او سبورتس مانجمنت، فمن هنا بيحق لك ان انت تحصل على ماجستير علاج طبيعي. في سؤال تاني برضو بيتسأل،
لو انا عايز ادرس الطب في بولندا، دوله زي دوله بولندا، ايه هي المواد اللي بتأهلني ان من خلالها ان انا اكون eligible او قادر ان انا ادرس الطب في بولندا؟ اكيد ان انت عشان تدرس الطب سواء كان طب او طب اسنان لازم تكون درست احد المواد، واحد المواد دي احياء، كيمياء، فيزياء او رياضيات، عشان يحق لك ان تدرس الطب او تتقدم لدراسه الطب، طب الاسنان في دوله بولندا. سؤال أخير هنا، التخصصات الطبية أو دراسة الطب عامة في بولندا إزاي يعني تقريبا موجودة؟ هي عبارة عن طب عام، طب صيدلة، أسنان، علاج طبيعي. طبعا هل برضو فيها زي ما قلنا بكالوريوس أو ماجستير؟ ما فيش. طب إيه اللي بيحصل؟ أنت بعد ما تتخرج مثلا بتحصل على درجة الماجستير. عندنا الطب العام مثلا 6 سنين بتخرج منه على درجة الام دي وبتكون خلاص خلصت. طب الأسنان 5 سنين تتخرج على درجة دي دي اس أو دي دي ام. علاج طبيعي 5 سنين بتحصل على درجة الماجستير زي ما قلنا بعد الثانوية العامة. صيدلة 5 سنين ونصف وبتحصل على درجة الماجستير، ماجستير الصيدلة. دلوقتي بعد ما وضحنا كل حاجة، في ناس كانت بتسألني دلوقتي مثلا في مشاكل عندي في السفارة أو في تخليص الإجراءات الأوراق، سواء كنت بعد مرحلة الثانوية العامة وبراسل إحدى الجامعات اللي موجودة في بولندا حتى من خلال المواقع بتاعها، وحصل كل حاجة، بس في حصل مشكلة. زي ما بقول دايما هنا، المشاكل ممكن ترجع لك أنت في تأخير في الرسوم الدراسية أو المصاريف أو كل حاجة، لازم ندفع كل حاجة يعني لحد آخر سنت أو آخر جنيه. وكمان لازم يكون اوراقك كلها مستوفاه مع التامين الصحي والحجز الطيران الى اخره، كل شيء يكون موجود عندك. ودلوقتي اللي هو ريكوجنيشن ليتر والتكافل او الشهاده دي الموجوده. فطبعا دلوقتي بعد كده واحد بيقول لي طب انا مشيت مع مكتب هنا، في اغلب المكاتب بتحاول انها توهم الناس، بتصور لك ان انا بعمل لك كل حاجه، حتى التامين الصحي ما بيعملوش للاخر، وبتحصل مشاكل هناك في بولندا. اكثر المكاتب دي سواء كانت عن طريق السفر حتى لو كانت معروفة ومعلومة أو للدراسة، هم عبارة عن سماسرة بيحاولوا فقط ياخدوا فلوس من الناس علشان ما يعملوش أي حاجة تانية إلا إن هم يبتزوهم. دلوقتي بعد ما وضحنا التخصصات كلها والدراسات سواء ماجستير أو دكتوراه، فسؤال أخير، أنت من وجهة نظرك يا عمر أنت شايف إن الدراسة في بولندا سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو دراسات عليا، لأن أكيد بعد كده طبعا بيحق لك إن أنت ممكن لو عايز تقعد في بلد هنا في بولندا بعد ما تخلص سواء كان ماجستير أو دكتوراه، ممكن تقعد ما فيش أي مشكلة، والقانون بيسمح لك حتى إنك توافق أوضاعك. عايز اقول لكم حاجه، ان بولندا فعلا من احدى الدول اللي موجوده حاليا، مش شرط في الاتحاد الاوروبي، انها متصنفه رانكينج او عالميا دلوقتي في مجال في اوروبا، حتى ممكن في امريكا بعد كده. وكان ممكن يحق لك حتى وانت بتدرس بعد ما تخلص سنه مثلا اولى حتى او سنه ثانيه ان ممكن تروح دوله ثانيه في دول الاتحاد الاوروبي زي مثلا المانيا. فبولندا مثلا زي الهندسه جامعه وارسو او وارسو تكنولوجي، جامعه جداينسك او ووج فروتسواف ياجلينوسكي، جامعات متقدمه جدا جدا جدا. عشان كده مش بس ان اغلب الطلاب بيجوا حتى من دول عربيه ان هم يدرسوا هنا، لا من دول اجنبيه زي المانيا زي انجلترا زي امريكا، الدول الاسكندنافيه. وكمان ان اغلب الناس اللي كانوا موجودين قبل كده حتى اللي هم حصلوا على جائزه نوبل كانوا بولنديين من اغلب الجامعات اللي موجوده هنا في بولندا. فاتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون المعلومات وصلتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم.